السلام عليكم أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. نعتذر على التأخير، نعتذر يعني من المشاهدين. طبعا الأجواء باردة، بالليل درجة الحرارة صفر أو واحد أو ناقص واحد. يعني بالنهار اليوم نهار درجة الحرارة بتوصل للخمسة أو ستة. الثلوج ما شاء الله كل المناطق حوالينا، يعني عندنا ما في ثلج بس حوالينا كله ثلج، فهذا يسبب عنا برد، يعني يصير برد كثير. طبعا بالبرد حاول لا تقطع الأكل على الطيور، وإذا عندك طيور شيء نافشة حاول تعزلها أو تدفيها. والبيض، البيض بهالوقت البيض مهم كثير يعني. طبعا هاي الغرفة هاي فيها فراخ السنة وفيها طيور السنة، يعني صيد عالم صيد السنة وشي، وفي كم طير قديم كمان بيناتهم. ف فراخ السنة في منهم نافشين حالهم شوي، يعني نافش الريش عادي يعني من البرد، بسبب البرد. بس أهم شي لا تقطع الأكل، زيد كمية الأكل اللي عم تعطيها. يعني هلا جايين مغير مأكلية هاي، يعني هاي فيها تشكيلة بذور، يعني غير البذور اللي يجيبها. خلي كمية الأكل زيادة حتى الطير لا يجوع ولا يمرض يصير معه ميجا بكتيريا. حافظوا على النظافة الأكل، يعني إذا في أوساخ شيء، يعني هلا مثل هون وسخ، هاي بدي أشيلها أنظفها يعني ما أعيفها. طبعا هاي الغرفة الجديدة اللي عملناها، راح نشوف هلا نروح على الغرفة الثانية كمان. أصدقائي هاي الغرفة الثانية. أيوه. هاي الغرفة القديمة اللي كانت تعبانة من أول الفيديوهات. بيعرف الغرفة القديمة صار لها يعني تقريبا سنتين. أوضاع ما شاء الله الكل بيغرد في الصحة الجيدة. أوضاع الغرفة هاي القديمة أفضل من هذيك بكل الاتجاهات، يعني حتى بالجهوزية أفضل من هذيك الحمد لله. طبعا كمان راح أحط لهم بيض. طبعا هالنص بيضة كفيهم يومين كمان، يعني اليوم وبكرة حتى ما يخلصوها الطيور. حتى لو ضلت يومين ثلاثة ما في مشكلة، الجو بارد كتير لأنه قدم له نص بيضة كمان. اعتبار هالفترة البيض كويس. أهم شي الأكل والتين، يعني التين مجفف بهالوقت كتير كويس. التين مجفف يا شباب بهالوقت كتير كويس. مو ضالة بالتين، مو ضال بالتين أي شي يعني. أكلينها كلاتها، يعني التين ما شاء الله. هذا التين، هذا التين، هذا الشي القديم ضل شيلوا. هذا التين، يعني مو عايفين بحبة التين أي شي، أكلينها كلاتها. طبعا حاطط لهم هون أنا شي توم، زارع توم، طالع التوم كمان ياكلوا بسيط. أكثر الأكل اللي عم ياكلوه الطيور هلا بذر الشوك، الشوك اللي وبذر القنبز، يعني الكيف. هذا بذر القنبز، فيه هون خلطة بذر القنبز هذا معروف. هذا بذر الشوك، هذا هو مخلوط كمان معه بذر الشوك، يعني بذر ناعم للشوك. هذا هو، هاي حبة البذر هاي، هذا أكثر شي بياكلوه. حتى البذر دوار الشمس، عباد الشمس خافين الأكل عليه كتير بهالبرد لأنه الجو بارد كتير. بس الحمد لله أوضاع الغرفة هاي مثل ما حكينا ممتازة. الكل تغريدة كويس، والكل عم يشتغل، والصوت كويس الحمد لله أصواتهم. والطيور عم ترقص، يعني رقصات، هدول رقصات يعني وقت التزاوج. بس أنا الجو بارد نصبر شوي، تريس عليهم شوي حتى يروح البرد شوي.
ترتفع شوي درجات الحرارة فوق 10 درجات إن شاء الله. نبلش بقى بالأعشاش، ونبلش بالمكان الأعشاش والشجر، نزيد لهم شجر كمان إن شاء الله. وأتمنى التوفيق للجميع يا شباب، ولا تنسونا بالدعاء إن شاء الله. واللي عنده أي استفسار ما في مشكلة يكتبنا بالتعليقات، إن شاء الله نرد على الجميع يا رب. بالتوفيق للجميع يا شباب.